عمرك حبيت نفسك وناس قالت لك يا أناني؟ عمرك ساعدت حد من قلبك بس حسيت انك بتضيع؟ بين احترامك لنفسك واحساسك بالناس هنا بقى بيبقى فيه خيط رفيع بس مش متقطع. فاحنا بقى هنتكلم النهاردة عن الجزئية دي، فعايزك تجيب حاجة تشربها وتركز معايا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. في ناس لما تقول انا محتاج راحة الناس تقول عليه اناني، بس الفكرة هنا ان هو مش بيهرب، هو بيحاول يحافظ على نفسه. مش انت لما تكون في طيارة بيقولولك ساعد نفسك الاول قبل اللي جنبك، مش عشان تتجاهله بس عشان تقدر تساعده. فكل مرة تختار فيها تهتم بنفسك بتبني لنفسك قوة تقدر تدي بيها لغيرك بكل صدق. عارف انت الشخص اللي دايما بيبقى موجود واللي اول حد يتصلوا بيه وقت الشدة، هو نفسه ساعات بيرجع البيت تعبان ومهدود ومحدش بيسأله انت عامل ايه. اللي بيدي من غير ما يحس بنفسه بيجي عليه وقت وبيتكسر. فكل مرة تسأل نفسك انا فين من اللي حصل، ساعتها بتعمل خطوة ناحية انك تعيش، مش بس انك تبقى مجرد دور في حياة غيرك. ومش شرط يا تكون أناني يا ملاك بريء، الناس بتحب التصنيفات، يا طيب يا شرير، يا بتحب نفسك يا لأ. بس الحقيقة احنا بشر، فينا شوية من كل حاجة. ممكن تكون بتساعد بس عندك حدود، وممكن ترفض بس بقلب طيب. فلما توصل لنقطة اللي فيها تقول لأ من غير ما تندم، ساعتها بتبقى انت بتكبر. اللي بيهمل نفسه غالبا بيحاول يثبت له قيمة عن طريق رضا الناس، بس القيمة مش بتتعلق برأي حد نهائي، لأن تقديرك لذاتك هو اللي بيخلي ردود أفعالك أهدى ومواقفك أصدق. احترام الذات مش بيقفل أبواب للناس، بالعكس بيخلي كل باب تفتح لهم من غير ما تنسى نفسك وراه. وعلى فكرة ممكن تكون بتأذي نفسك وانت فاكر انك بتساعد. هحكي لك مثال. واحد كان بيساعد الكل ينقذ ويسمع ويواسي، وفي يوم من نهار من غير ما حد ياخد باله لما واجههم قالوا له ان احنا افتكرناك قوي وما كناش نعرف انك تعبان وفاكرين انك تمام بس انت اللي ساكت. فلما تتكلم عن احتياجك مش معناها انك ضعيف، معناها انك بتعرف تحب صح. وفي الآخر لازم تبقى عارف إن مفيش تناقض بين حبك لنفسك وإحساسك بالناس. ساعات الاهتمام بالناس بيبدأ من اهتمامك بنفسك، فوسع قلبك لنفسك هتعرف تسيع غيرك. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.